عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، الحب ما بينزلش من السما، ما بتنامش وتصحى تلاقي نفسك بتحب حد أو تلاقي نفسك بتحب شخص. طبعا بتكلم للأسف الشديد عن العلاقات بخارج الحياة الزوجية، يعني العلاقة بزميل أو العلاقة بزميلة اللي بتتطور بعد كده. الفكرة ان احنا أصلا بنفتح الباب أو بنسيبه موارب كده يعني، ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. الزميل بيبدأ من زميل يبقى زميل مقرب ثم صديق، لكن احنا ما بنعملش حاجة غلط. هو بس بيقول لي مالك النهاردة متضايقة ليه؟ شكلك حزين النهاردة، الله انت خسيتي قوي، بقيتي ما شاء الله عليكي، اللون ده ناطق عليكي قوي قوي. والزميلة بتقول لك انت بتحب المربى، انا سمعتك قبل كده، خد السندوتش ده مني. او تقول لك الله ايه اللبس الحلو ده، انت بصراحة اختياراتك في لبسك بتعجبني جدا جدا، راقي كده وانيق ومش عارف ايه. او بتحكي حاجة عن زوجتك، فيعني ان احنا خرجنا امبارح مثلا اتفسحنا، فتقوم رامية كلمة كده اللي هو ايه، والله انت ما شاء الله عليك يا بخت مراتك بيك. وتكون انت مراتك الصبح متخانقه معاك، فتقول يا شوف هي حاسه بالحاجه ازاي، يا ريت التانيه تحس، وهكذا. فبنفتح مجال. هل بنفتح مجال واحنا مش واخدين لا بالنا؟ لا، احنا بنبقى واخدين بالنا بس عاملين فيها عبط، مستعبطين يعني، عاملين ان احنا مش واخدين بالنا. فبنوارب الباب، وبعدين المواربه دي بتوسع ثم توسع، فالباب بيتفتح على البحري. وبعد كده نقول مش قادر، بحبها، مش قادر استغنى عنها رغم ان انا عايز بيتي وولادي ومراتي. او هي تقول غلطت غلطة كبيرة قوي، انا مش عارفة ازاي كده، انا انسانة كويسة. تمام، احنا مصدقينكم، لكن اقفلوا الباب من اولها، ما تفتحوش الباب ولا تواربوه، وما تلخبطوش دوائر العلاقات. الزملاء زملاء، والمعارف معارف، غير الازواج وغير الاهل. ما تخلوش الشيطان يضحك عليك.